السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل صينية فراخ بالبطاطس في الفرن، وهنعمل معاها رز بشعرية. انا معايا نص فرخة، ومعايا قيمة نص كيلو طماطم، ومعايا بصل، ومعايا فلفل، ومعايا بطاطس. وجبت صينية هحط فيها البطاطس كده وارصها من تحت، ونرصها جنب بعض واحدة واحدة كده. وبعدين هحط عليها البصل. هنرصهم كده يا حبايب قلبي واحدة واحدة كده. تمام. وهجيب البصل بقى افضيه كله مره واحده، وبعدين هرصهم بقى في قلب الصينيه من تحت. انا عامله كده قيمه بصلتين كده صغيرين. وهجيب الفلفل اخد منهم شويه احطهم تحت، وعم احط الفراخ في قلب الصينيه هحط كمان الحبه الباقيين، احطهم عليها كده من تحت ومن فوق. الفراخ هرصها معاكم. تمام كده يا حبايب قلبي. ما تنسوش لينا الاشتراك يا حبايب قلبي، وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فضلا ليس امرا. انا حطيت الفراخ، وبعدين حطيت عليها الفلفل، وحطيت كده نص قرن فلفل كده شطة، عشان يديها طعم كده وحلو. هنجيب بقى البهارات بتاعتنا هنجهزناها معانا، وبس هنفرم الاول الطماطم. هنفرم الطماطم من الاول كويس. انا حطيت نص كيلو الطماطم، وحطيت عليهم قيمة نص كوباية مية. هنفرمهم كويس في قلب الخلاط، ونحطها على الفراخ والبطاطس والخلطة الحلوة اللي احنا عملناها دي. تمام كده. نديها كمان ضربة، وبعدين بقى هنشيل شفشق الطماطم ده ونفضها على الفراخ. تمام كده يا حبايب قلبي. الفراخ معانا اهي، وانا جبت الطماطم. تمام، هنحطها على الفراخ. وانا معايا بقى البهارات كمان هحطها. معايا كمون وسبع بهارات ومرق الدجاج وفلفل اسمر وورق لورو وحبهان و... وبابريكا. تمام، هنقلب ده كله في قلب الخليط اللي احنا عملناه، علشان يديها بقى طعم وريحة كده. مش هقولك، الريحة كانت جايبة لاخر الشارع. تمام، هنقلبها كده كويس يا حبايب قلبي. هجيب معايا قيمة كده معلقة زيت، واحطها عليها من فوق. هي كده كده الفراخ سمينة هتطلع زيت، بس انا عاوزة احط كمان معلقة كده فوق. شوفوا يا جماله، معلقة الزيت اهي. هنقلبها كده كمان كويس، وبعدين هنحطها في الفرن. انا مشغلة الفرن على 180 درجة. تمام، هنحطها تحت الاول يا بنات، وبعدين عما تغلي كده وتستوي هطلعها فوق عند الشوايه. وانا جبت حلة فيها كوباية شعرية، وقيمة 3 معالق او 4 معالق زيت. انا الشعرية ده انا محمراها، بس انا لازم احط الزيت على النار عشان ياخد مع الشعرية كده تشويحة. هنقلبها شوية، وبعدين هنحط عليها الرز ونقلبها كويس. هو الزيت لسه متفاش معايا. نسيبها كده 5 ونقلبها تاني. هنقلبها تاني اهو يا حبايبي. تمام كده. الزيت بقى سخن معايا اهو. هنقلبها كده تقليبه، وبعدين نحط الرز. الرز انا كنت نقعاه، صفيت الميه بتاعته وجبت له شويه ميه عليه، وهنقلبهم كلهم بقى في بعض. قلب كله كويس في بعض، عشان الشعريه اللي تحت لازم تطلع على الرز كمان من فوق، يكون
حباية وحباية، يعني حباية رز وحباية شعرية. كده المية بتاعتها مظبوطة. انا هجيب بقى الملح ومرق الدجاج. مرق الدجاج بتدي الرز بشعرية دي طعم، مش هقولك حكاية. لما هي غلت معايا ايه الاصفر اللي فوق دي حلوين، دي مرقة الدجاج، محدش يقول حاجة تانية يعني. هنقلبها بقى كويس ونسيبها بقى ايه يستوي بقى مع نفسه. تعالي نشوف بقى ايه الفراخ في الفرن استوت ولا لسه. هي الفراخ استوت معايا اهي، شفتوا يا ما شاء الله. نجهز بقى ايه طبق رز كمان جنبه. تمام كده يا حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.